طيب. نهضروا في ندخلوا في الموضوع ديريكت، واخا، ونتكلموا. ف مؤخرا بانت واحد السيده كتدعي انها حامله، وعندها عندها يعني 9 سنين وهي حامله بالجنين ديالها، وكيتكلم معاها يعني واطباء ما فهموا والو، وكذا وكذا وكذا، وترونت القضيه على المغاربه كاملين، وتا شي واحد ما فهم شي حاجه، وتخلطت ما بين الخرافه وما بين المعجزه وما بين ان هذا الشيء كله صحيح. انا كنت مقرر، كنت مقرر ان شاء الله اليوم نمشي عندها حتى الازرو، ونشوفوا هذا المشكل شنو هو. ضروري ما يكون حل، يعني ما خلق الله من داء الا له دواء. ف فاذا بيا فاذا بيا كانت تفاجئ انه كيتصلوا بيا الجيران ديالها، ما شاء الله. اتصلوا بيا شي 5 الناس كيسكنوا حداها، وقالوا لي الله ودي فين غتجي، فين غتجي، فين غتجي، ويعاودوا لي شي مسائل اللي غنعاودها دابا ماشي على لساني انا كنتكلم على اللسان ديال الجيران ديالها. قالوا لي ودي فين غتجي الله يهديك. قلت لهم كيفاش فين غنجي؟ وبداو كيتكلموا وبداو تيقولوا شي حوايج اللي انا ما صدقتهمش. ولكن صفة الأصدقاء ديالي أنا بحكم أنني كنعرف الناس في مدينة أزرو، صفة الأصدقاء سولوا، فنعم، نعم، كان الكلام ديال هذوك الجيران ديالها كان كلامهم كله صحيح. فمن جملة ما قالوا الجيران ديالها أنها أول حاجة أن هذه السيدة هي أصلا مشعوذة. هذا كلام الجيران ديالها ماشي كلامي أنا، باش نعاود نوضح. هذا كلام ديال الجيران ديالها ان هذه السيده هي اولا هي مشعوذه. ثاني حاجه كانت كدير اللدون للبنات باش يتزوجوا. ثالث يعني كانت كدير اللدون للبنات باش يتزوجوا. ثالث حاجه ما كتصومش رمضان، وكتقول لهم انا فيه السكر، وما كتصليش. هذه يعني كنتكلموا حنا كشخصيه ديالها هي والسمعه ديالها يعني بين الجيران ديالها. هذه وحده. كانت هي مصاحبه مع واحد الشوافه في طريق صفرو، سميتها ربما الا بقيت عاقل سميتها فاطمه. كانت كتعالج عندها هذيك الشوافه، كتعالج النساء باش الا بغاو يولدوا. وهاد السيده اللي كتدعي انها حامله كانت باغا الولد، كانت باغا تولد الولد، لانها ديجا عندها تويميين جوج. طيب، اش غنقول؟ مصيبه والله لا مصيبه. فبقات متبعه معاها 3 شهور. هذا الكلام اللي تنقول لكم على اللسان ديال الجيران ديالها، ما كاين لا راقد لا والو، غير بلاتي انا جايكم الهضره. بقات متبعه معاها 3 شهور. هاد السيده بقات متبعه مع هاد الشوافه اللي في طريق صفرو، بقات متبعه معاها 3 شهور وهي كتعطيها العشوب. مما انا استنتجت ان هاد السيده لما خادت هاد العشوب تنفخت لها كرشه. نعم، لان هاد العشوب عاطيهم لك الشوافه يعني سحر ماكول. وكان واحد الراقي مصري شخص الحاله، وتنقولي تبارك الله عليك، شخص الحاله مزيان، ولكن ما عارفش هو شي حيتيات وما عارفش شي مسائل مخبيه، حنا نجبدوهم دابا. ف هاد السحر مأكول، غير باش نوضحوا الامر، ما كاين لا معجزه لا والو. هاد السحر مأكول اللي خادت هاد السيده من عند صاحبة الشوافه، انفخ ليها كرشه مده 9 سنين. متفقين؟ 9 سنين وهي كرشه منفوخه. مشات عند الطبيب، شكت انها حامله، قالت ما حامله ما والو. طيب، مشات شافت انها واش حامله عند الطبيب، قال لها الطبيب راكي ما حامله ما حتى شي حاجه. بقات 9 سنين وهي باركه في دارها، واخا، وهي ساده عليها كما كتقول. شويه كتقول لهم انا جا عندي راجل قال لي شركي هادشي مع الناس، شويه كتقول لهم وقف عليا الواقف. هادشي هادو حيتيات ما غنتكلموش فيهم. ف لا حول ولا قوه الا بالله. فهاد الناس يعني ما فهمش. 9 سنين وانت باركه في دارك، والجنين كيتحرك لك في الكرش ديالك، وجيرانك ما شافوش ان كرش كتحرك في السوق او في الحمام او في الدار
او عائلتك ما شافوش ان الكرش ديالك راه كتحرك. علاش كرشك بالضبط تحركات غير ملي خرجتي انت للراي العام؟ طيب هذا موضوع اخر. فاحنا كنتكلموا غير حنا شنو قالوا لنا الناس، والناس كنثيقوا فيهم. هادو معلومات يعني باش يوضح للراي العام، ما يبقاش لا باش يعني ما يبقاش الغموض. فالسيده كرشها منفوخه راه واكله العشوب، نافخين ليها الكرش ديالها، متفقين؟ كاين لا جل لا والو، هي كتحرك الكرش ديالها بهذيك الطريقه، فهمتي؟ كما قالوا الجيران ديالها باش تستعطف الراي العام. ودابا قالوا لي بلي راها مبرعه ما شاء الله مع المحسنين، وكيجيو عند المحسنين وكيعطيوها الفلوس ويمشيو عندها وكذا. والسيده كتهرب من الرقيه لان معروفه هذه القضيه. انا نشدها ندير لها استفراغ نفش لها كرشه ونتحداها، نشدها ندير لها استفراغ نفش لها كرشه بحال عمرها ما كانت فيها شي حاجه، وما غيبقى لها حمل وما غيبقى لها جنين، وغتفرج ديك الحركه ديال الكرش. طيب اش غادي نقول لكم؟ لا حول ولا قوه الا بالله. المهم التشخيص ديال السيده راهي شبعانه سحور، راه كرشها منفوخه، الكرش ديالها راه منفوخه، راه بصح الانتفاخ راه كاين لانها شبعانه عشوب، راه ما حامله ما والو، متفقين؟ ما حامله ما حتى شي حاجه. واش كتفلى واش كدير هادشي بالعاني؟ هذا علمه عند ربي، حنا كنناقشوا غير كنقولوا شنو عندها بالضبط والتشخيص ديالها بالضبط وشنو قالوا الجيران ديالها. وش غنقول لكم؟ انا عيطت لها باش نمشي عندها ندير لها الرقيه. تصوروا معايا انا فاتح على صبعي الكبير وباغي نمشي حتى لعندها، وغنكري اللي غيسوق بيا ونمشي حتى لعندها باش ندير لها الرقيه. كتهرب. لا شي وقت نخلص كلوطيل باش تجي عندي قالت لي لا. صيفط لها رقات صحابي عيطوا لها باش يمشيو عندها قالت لهم لا. السيده كتهرب من الرقيه. ف بغيت نعزز الكلام ديالي، بغيت نعزز هاد الهضره اللي قلت باش ما نقولوش كندوي من فراغ. نسمعوا جارتها شنو كتقول. الجيران ديالها راه تيخافوا منها، الجيران ديالها تيموتوا منها، ما قادينش يصوروا، حتى حد ما بغى يصور معايا. المهم سمعوا الجيران شنو تيقولوا. السلام عليكم الاخوان، عافاكم مع الفيديو هذا. هاد السيدة هادي هي قريبة ديال هاد السيدة اللي كتدعي بأنها حاملة 9 سنوات. عافاك واش ممكن تشرحي لنا شنو المعلومات اللي كتعرفي على هاد السيدة؟ انت كتعرفيها وقريبة ليها، شنو المعلومات اللي كتعرفي على هاد السيدة اللي كتدعي بأنها حاملة ب9 سنوات وأن الأطباء كاملين عزوا باش أنهم يعاونوها؟ السلام عليكم خوتي، انا غادي نجاوب الاسئله كلها اللي سالتي. انا خوتي بغيت نقول لكم الحقيقه ديال هاد السيده اللي كتدعي بانها حامله 9 سنوات. خوتي انا هاد السيده هاد المرة اللي كتكلم دابا راه جارتها ساكنه حداها، وما كاينش اللي غيشهد فيك احسن من جيرانك. هادي عندها جوج توأم، جوج بنات، وما عطاهاش الله نورهم، ما عطاهاش الله الولاد. المهم دارت المستحيل باش تولد، ما جابش الله. المهم تبعات مع واحد السيده سميتها فاطمه في النواحي ديال سكرو، ما بين سكرو ومزدان. تبعات مع هاد السيده هادي مده 3 اشهر. المهم كانت كتمشي لعندها، كتمشي وتجي وتمشي وتجي. المهم عطاتها شي اعشاب كتشربهم باش تهز هاد السيده هادي تولد. عطاتها اعشاب. عافاك واش ممكن تقولي لنا هاد السيده زعما فين جات هاد السيده؟ يعني هاد السيده اللي عاونتها واش هي شوافه ولا وكيفاش عاونتها؟ حتى زعما شنو هي الطرق باش عاونتها حتى حملت؟ هاد السيده هادي كاينه في النواحي ديال السكرو كما قلت لكم في الاول. وهاد السيده هادي مش عبيده، هاد السيده اللي راها شوافه هادي الطرها هي اصلا مش عبيده، كدير الناس اللي غيتزوجوا، كتنحرض، كدير بزاف د الحوايج. فاش مشات لعندها قالت لها المهم انا غادي نعطيك شي حاجه باش تحملي، باش تهزي تولدي. يعني قالت لها يعني هاد الطريقه مشات على الشوافه وقالت لها غنعطيك شي حاجه باش تحملي، نعطيك شي حاجه باش تحملي. هاد الحمل ديالها هي اللي كتقول بانها حامله بجنين، وان الطب ما قدرش ان يشوف شنو عندها، يعني انها هي حامله بجنين 9 سنوات كما قالوا شي اطباء دابا حاليا، حيت السلطات قامت بالضغط زعما معها الحاجه اللي خصها تدار. يعني مشات قالوا لها باللي الاطباء عجزوا انهم كاملين يشوفوا الحقيقه شنو واقع عندها. يعني كيقولوا الاطباء بلي هي ما عندهاش شي ولد. فعلا الاطباء غادي يعجزوا، ما غاديش يبان لهم لحق السيده من الاول من مده 3 شهور الاولى ما كيبانش هذا الجنين الاطباء نهائيا.
اصلا هي ملي بدات الكرش ديالها كتنفخ مشات دارت لي زاناليز، ما كاينش كاع جنين اصلا، ما كاينش اصلا تكوين ديال الجنين في البطن. ما عيات ما تمشي الاطباء، ما خلاتش مشات المده من الاول. والله ما لهمش هذا الجنين هذا، لان ما فهمتش انا القضيه ديالها. هي كتكون حامله وهي تدعي بانها حامله، ولكن انا متاكده ان شي حاجه كاينه عندها في كرشها، ما يمكنش يكون جنين. يعني المهم عندها شي حاجه في كرشها. ضروري تكون حاجه في كرشها. والطريقه كيفاش انها حملات كتقولي بلي ان انت كمراه قريبه ليها وهذا، يعني كتقولي بلي انها هي حملات عن طريق الشعوذه، وكانت عندها علاقات مع السيده سميتها فطومه اللي هي شوافه واللي عاونتها، وكما قلتي انها عطاتها شي عشوب وبقات معها المده. يعني بالمجمل، المجمل ديال هادشي كامل هو انه هاد السيده راه ما حاملاش. هاد السيده عندها انتفاخ ديال البطن بسبب تلك الاعشاب اللي كلات. وانا كنعطيها من هذا المنبر نصيحه: سيري ديري استفراغ، غتفش لك الكرش ديالك وما غيبقى والو. ما غيبقى لا مولاي ابراهيم داك مولاي بدر الدين وما عرفت كي قالت، ما يبقى حتى شي حاجه. متفقين؟ وغتسالي هاد الخرافه وغتسالي هاد اللعبه هادي. ونعاود نكرر ونقول ان هاد الشيء راه بشهاده الجيران ديالها، وراه دابا الجيران ديالها كاملين ما عجبهمش الحال. علاش؟ لانهم الصحافه كتدخل عليهم يوميا داخلين كيصوروا فيهم الناس كلهم. الجيران ديالها ما عجبهمش الحال. واحد النهار عقلوا على كلامي، واحد النهار الجيران ديالها غينوضوا ضدها وغيصوروا ضدها. متفقين؟ يعني السيده شبعانه عشوب، نفخات ليها الكرش ديالها. واش كتحرك الكرش ديالها، واش كتفلى، واش كتوهم؟ ما نقدرش نظلموها، حيت حنا كنتكلموا غير على لسان الجيران ديالها، وجيرانها راه دايرين بها، وحنا كنتكلموا غير كنقولوا داكشي اللي قالوا الجيران ديالها. يعني هاد الفيديو درناه اقسم بالله ماشي شهره، ولا انا في غنى على هاد المسائل، ما الشهره ما شوف. درنا هاد الفيديو باش نمسحوا الغبار، باش ما يبقاش بنادم يضر راسو يقول لك لا واش عندها شي حاجه في كرشها، واش حامله بجن ومعجزه غتقوى، غيكثروا المشاكل او علامات الساعه وغيوليو. لا حبس ما كاين لا علامات الساعه لا والو. السيده كانت باغا تولد بحال باقي النساء، مشات لعند شوافه عطاتها عشوب، نفخت ليها الكرش ديالها، السيده ولا كيسحب لها راه حامله. متفقين؟ هذيك الحركه ديال الكرش ما نحكمش عليها، ما نقولش واش كتفلى، ما نبقاش نظلم السيده. حنا محايدين، ما نبقاش نقول. غير اللي حنا واقفين عليه دابا هي انها هي رافضه الرقيه، وبانت في واحد الفيديو وقالت لهم لا انا ما بغيتش ندير الرقيه غيتكرفسوا عليا. وشويه قالت لك لا انا عييت بالرقعات، وشويه كتبان في واحد الفيديو كتقول انا بغيت شي راقي يشخص لي الحاله، واتصلت بها انا، اتصلوا بها الدراري بزاف، ما باغاش الرقيه السيده. قلت لها اجي لكازا نخلصوا لك لوطيل وطريحه معززه مكرمه واكله شاربه اجي تعالجي. راه ما كاينش شي مريض كيهرب من العلاج. عندها سحر ماكول في البطن ديالها، نافخ لها كرشها، ما غاديش يبان في السكانير. واخا يدير الطبيب السكانير ما غاديش يبان، لان التكال هذه معروفه. يعني كون دارت هادشي في اوروبا كنت عاقبت، والله كون عاقبوها. ولكن لقات المغرب يعني بلاد الامن والامان، وبلاد يعني بلاد مرخيه شويه، ما كيحاسبوش الناس على بزاف. اوروبا راه كون دارت هادشي راه تلعب بالراي العام راه تحاسب.